ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم السبت 21 يونيو، عيد عالمي، يعني من ضمنهم الدول العربية. بس هنا في مصر محدش يعرف عنه حاجة. النهارده عيد الأب. في عيد أب ومن زمان قوي كمان. يا ترى ايه اللي خلاه في مصر لحد دلوقتي مش عيد قومي؟ ومين أصلا السبب اللي خلى عيد الأب موجود؟ يلا بينا نعرف الحكاية. الحكاية بدأت بولاية واشنطن بأمريكا. كان في زوجين مسيحيين، وعلى فكرة معظم سكان أمريكا مسيحيين. المهم الزوج كان من المحاربين القدامى، شارك في حرب أهلية حصلت في أمريكا من حوالي أكتر من قرن، وكان عندهم 6 أبناء. ويشاء القدر إن الأم تتوفى في آخر ولادة ليها. الأب بقى عايش مع 6 أبناء مش عارف يعمل إيه. كان حنين قوي، فقرر إن هو يكرس حياته لأبنائه ويعيش ليهم بس. وفي سنة 1909 بنت من بناته اسمها سونارا سمارت دود كانت في الكنيسة بتسمع وعظ كده بمناسبة عيد الأم، فعمالين يتكلموا عن عيد الأم وأهمية عيد الأم. فهي أصلا ملحقتش تعيش مع مامتها كتير. أول ما وقعت على الدنيا لقت باباها هو اللي بيعلمها وبيربيها وبيأكلها وبيشربها، الأم مش موجودة. فلقت إن إيه الكلام الحلو ده كله؟ لا، ده يستحق بابا. ماما انا ما شفتهاش. فاصبحت البنت حاسه ان والدها لازم يتقدر اكتر من كده، فقدمت التماس للكنيسه ان يعملوا عيد الاب تقديرا لجهد الاب وتضحياته لابنائه. الكنيسه استجابت والدوله كلها استجابت، وهي كانت عايزه تعمل عيد الاب ده في عيد ميلاد والدها اللي هو كان 5 يونيو. ولكن على بال ما الاجراءات خلصت احتفلوا بيه تالت حد من شهر يونيو سنة 1910. ده كان أول احتفال رسمي بعيد الأب. خدوا بالكم من نقطة مهمة، في فرق بين احتفال بعيد الدولة معترفة بيه وبين عيد قومي وأجازة رسمية للدولة كلها. ركزوا بقى في النقطة دي لأن احنا هنحتاجها بعدين. فكانت أمريكا بتحتفل بيه، ولكن ما كانش عيد قومي ولا كان أجازة رسمية، لحد ما جه الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون سنة 1972 وخلى عيد الأب عيد وطني رسمي في الولايات المتحدة. بس ياه، من سنة 1909 لحد 1972 الموضوع خد حوالي 65 سنة عشان يبقى عيد الأب عيد قومي ومعترف بيه زي عيد الأم. واضح فعلا إن الأب مظلوم زي ما قال هنيدي. الاب ليه متاكل حقه وحقه يا ناس مهضوم. مين اللي ماضي شكت على نفسه كان بيلد الكوم. هيطلع واحد كان مركز في الحلقة من الأول وهيقول لي أنت قلتي في أول الحلقة إن النهاردة 21/6 عيد الأب عالميا، وفي أمريكا بيحتفلوا بيه تالت حد من شهر يونيو من كل سنة. طب إيه الحكاية بقى يا نوال؟ هقول لكم أنا اللي خلى معظم الدول العربية تحتفل بعيد الأب النهاردة 21 يونيو هي دولة لبنان. لبنان كانت أول دولة عربية تهتم بعيد الأب، والفضل يرجع لأستاذة سلوى ثابت. سنة 1953 طلبت من الحكومة اللبنانية تعترف بعيد الأب كعيد قومي وأجازة رسمية لكل الدولة. حكومة لبنان كانت سريعة جدا، أسرع من أمريكا بكتير، تخيلوا بقى. واستجابوا على طول لطلب أستاذة سلوى وخلوا عيد الأب يوم 21 يونيو. وبعدها أصبحت معظم الدول العربية تحتفل بعيد الأب في اليوم ده. ده واضح إن لبنان دولة جامدة جدا. ومش بس كده، ده جوجل بجلالة قدره احتفل لأول مرة بعيد الأب سنة 2016. واحتفل بيه إمتى؟ يوم 21 يونيو زي لبنان برضه. وده كان الشعار اللي كان على الصفحة. ستوب بقى. ليه في مصر معظم الناس مش عارفين إن في عيد أب أساساً؟ في سنة 2015 ظهر صحفي بمؤسسة أخبار اليوم اسمه ياسر التركي، اهتم بعيد الأب اهتمام كبير جدا جدا، وقال ليه الأب محدش مهتم بيه ولا حتى حد بيقول له شكرا، مع إن الأب بيتعب كتير وبيضحي كتير عشان أسرته. ووصل بيه الأمر إنه يرفع دعوة ضد مجلس الوزراء كله ووزيرة التضامن الاجتماعي في مصر. الدعوة دي اترفضت السنة اللي فاتت سنة 2024، وبرضه أستاذ ياسر ما استسلمش وقال أنا مش هسيب الموضوع ده إلا لما عيد الأب يبقى عيد قومي في مصر كلها. بناء على كده قدم استئناف، وإلى الآن ما صدرش حكم نهائي في الدعوة بتاعته. هقول لكم على سر
ناس قليله جدا اللي عارفاه. وطبعا انتوا عارفين نوال بتحب تجيب لكم الموضوع من اساسه. فاكرين الصحفي الراحل مصطفى امين الله يرحمه؟ كان ليه عمود في الجرايد اسمه فكره في سنه 1985، كتب فيه ان ليه ما يبقاش في عيد اب زي عيد الام وكل مصر تحتفل بيه. وفعلا احتفلوا بيه مره بعد ما كتب الكلام ده، ولكن الفكره ماتت مع مرور الوقت. وبكده يبقى الصحفي الراحل مصطفى امين اول مصري يهتم بعيد الاب. عارفه ان في ناس بتخاف من الحاجات الجديده وشايفاها بدعه، وده حرام شرعا ان احنا نحتفل باي عيد من الحاجات دي. انا مش هرد لان انا مش اهل دين، ولكن أنا جبت رأي دار الإفتاء بنفسها. قالت إن البدعة المحرمة شرعا هي ما أحدث بخلاف الشرع، ومفيش باحتفال عيد الأم ما ينافي الشرع. بالعكس، رجال الدين شايفينه إن هو نوع من أنواع البر بالوالدين، وبالتالي احتفال بعيد الأب مش حرام شرعا. يلا بقى كلكم تروحوا لبابا كده بربطة المعلم وتقولوا له شكرا يا بابا على وجودك معانا، شكرا على كل حاجة حلوة عملتها لينا وتضحياتك وشيلك للمسؤولية طول السنين دي على كتافك. قدروا الأب شوية وجيبوا هدية. ها؟ أمريكا بتصرف أكتر من مليار دولار سنويا على هدايا الأب، وإحنا ما نقولش حتى شكرا. طبعا كل الأبهات فرحانين جدا بالحلقة. بالمناسبة دي أنا هنزل حلقة للرجالة وهنزل حلقة للستات، يا ريت تستنوهم واستنوا نوال في حلقة جديدة.